اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جدير سبورتس في كل مكان واكونت جدير 99 على التيك توك والانستجرام. معاكم محمد جد الله، وان شاء الله النهارده زي ما وعدت حضراتكم امبارح على الجروب ونزلنا امبارح بوست وشرحنا فيه ان احنا ان شاء الله النهارده مع حضراتكم باذن الله هنتكلم عن شرح فني للمباراه بتاعت النادي الاهلي والوداد ان شاء الله من اليوم النهارده باذن الله الساعه 9. هنتكلم عنها ازاي النادي الاهلي هيلعب تكتيكيا وكولر يواجه فنيا الوداد ونقط ضعف الوداد والاهلي ونقطه القوه والغيابات، كل ما يتعلق بالمباراه بشكل فني عشان جماهير النادي الاهلي تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، وبرده متابعينا من المغرب وعارفين الوداد هيلعب ازاي مع النادي الاهلي وابرز نقاط القوه والضعف لدى الفريقين. وطبعا قبل اي حاجه ما تنسوش طبعا لايك سبسكرايب للقناه وتدعموا صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم محمد جد الله وجدير سبورتس واسم الجروب محمد جد الله جدير سبورتس. طبعا قبل اي حاجه ما ننساش تصلوا وسلموا على سيدنا محمد في كل وقت وحين. فيلا يبدا الحلقه توصل لحضراتكم، يلا بينا. بداية كده في بداية الحلقة أنا عايز أقول هقول نقاط كده عامة علشان جماهير النادي الأهلي تفهم الوداد بيلعب إزاي. أول حاجة الوداد بيلعب وهو قوي جدا بشكل قوي، أول عنصر على الأطراف بشكل كبير جدا عشان ده يبقى محور حلقتنا. تاني حاجة الوداد قوي جدا جدا على الكرات الثابتة وبيعملها بشكل تمركز قوي جدا. تالت حاجة ألا وهي الكونتر أتاك والهجمة المرتدة اللي بيكون قائدها صامب والضغط العنيف على الخصم. دول الثلاث عناصر الاساسيه اللي انا هتكلم عنهم في محور الوداد في الحلقه، وطبعا هبان كل حاجه بالصور لكن اشرح على البورد طبعا بشكل مفصل. حد يقول انت حرقت حلقه ليه؟ انا كده ما حرقتش، عشان بس تبقى عارف الوداد طريقه لعبه ومنهجه بشكل اساسي، ده اللي بيمشي عليه ستيفن. ده بالنسبه للوداد. النادي الاهلي برده عشان جماهيرنا اللي في المغرب تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. كولر اخر فتره كان بيلعب بتمحور على بناء الهجمه بشكل سريع والتحركات بين الخطوط، ده اللي هنتكلم عنه تفصيليا قوي اللي هو زي فك تكتل الوداد، وطبعا قوي جدا في ناحيه العمق. فاول حاجه يلا بنبدا شرح فني على البورد مع حضراتكم، فيلا بينا نوضح بالتفصيل الاهلي هيلعب ازاي وطريقه لعب الوداد وضحها مع حضراتكم. يلا بينا. اول حاجه خلينا نتكلم مع حضراتكم عن طريقه لعب الوداد زي ما قلنا ثلاث عناصر اساسيه. خلينا نتكلم عنها. اول حاجه وهي بناء اللعب الوداد بيلعب ازاي. اول حاجه الوداد بيلعب على الاطراف بشكل قوي جدا وخصوصا من ناحيه الجبهه اليمنى عن طريق ونجم، فونجم بيبني محور لعب قوي جدا من الجبهه اليمنى. تاني حاجه عنده قوه كبيره جدا في التحول من الناحيه الدفاعيه الهجوميه اللي بيلعب عليها كونتر اتاك نادي الوداد، واللي بيساعده كده صامبو المهاجم المحطه الجبار بمعنى الكلمه. وتالت حاجه بقى ان ونجم عنده ميزه قويه جدا الا وهي هو لما بيتقدم ليه قدام زي ما حضراتكم شايفين بيقدر يرفع كرات ثابته او كرات عرضيه بشكل مميز جدا، بجانب برضه هو عنده القدره الكبيره جدا في رفع الكوره من اي وضعيه في جسمه. فدي نقطه قويه مهمه جدا لونجم، وشفناها في الجون الثالث بين ماتش الاهلي والزمالك اللي هو انتهى ب 3-1 الزمالك، لما ونجم عمل تموهه كبيره جدا وقدر يرفع كوره بشكل غير متوقع وجابها اسامه فيصل زي ما حضراتكم تتذكرون في ماتش 3-1 على الاهلي والزمالك. فاول حاجه وعنصر بيلعب عليه الوداد ان هو جابها اليمنى عن طريق ونجم انها قويه جدا جدا وبيقدر يفتح الوداد ملعب على مصراعيه بشكل كبير جدا بالاطراف، وبيكون نحو محور الانطلاق في الوداد عشان نتكلم معاه بشكل مفصل الا وهو مين؟ يحيى جبران، لان الزمالك حتى الان بيفاوضه. يحيى جبران بيقدر يعمل محور اداء قوي جدا للاطراف وبيقدر يوزع لعب كبير جدا لقدام بشكل كبير. ده بالنسبه لي اول جزئيه اتكلم عنها اللي هي بتاعه الوداد اللي هي الخاصه بيها الاطراف. يبقى اول حاجه بيلعب على النجم الجبهه اليسرى عن طريق احمد بن فتوح، واللي هو قدام طبعا يكون صامبو الجبهه القويه اللي هو محور تمركز الضغط على الوداد. فاول حاجه احنا اتكلمنا عنها وشرحنا لحضراتكم ننزل الكولر يخلي باله منها الا وهي ان هنتكلم عنها بقى مع النادي الاهلي ازاي يقفل على الجزئيه دي ونلعب بثلاثه في نص الملعب وثلاثي يمين ناحيه اليمين والشمال عشان يقفل الانطلاقات دي. هننتقل بقى على الجزئيه الثانيه الا وهي محور انطلاق الوداد ولعبه هو يحيى جبران وكيفيه انطلاقه بالكوره مع الوداد. يلا بينا. تاني محور معانا مع طريقه لعب نادي الوداد زي ما وضحت لحضراتكم الا هو يحيى جبران. يحيى جبران زي ما وضحت لحضراتكم بيلعب كرقم 6، هو بيلعب في بعض الاحيان وطبعا وضحها لحضراتكم في الصوره دلوقتي بينزل يستلم من السنتر باكس بتوع او السردباكات بتوع الوداد، بينزل يستقبل منهم الكوره بشكل كبير قوي في ناحيه العمق بشكل كبير. طب انا عشان بس جماهير النادي الاهلي تبقى عارفه ليه بشرح لك كل ده، عشان تبقى انت قاعد في المباراه عارف منهج وطريقه لعب المنهج اللي بيلعب بيها الوداد وكيفيه بناء اللعب والتمركز والتحول، عشان تبقى فاهم هو بيبقى محور ادائهم على ايه. وبرده في الاخر هشرح لك الناحيه الدفاعيه بتاعتهم عشان تعرف لما النادي الاهلي يكون طبعا اكيد متوقع ان يكون النادي الاهلي بمبادره الهجوم هتعرف ازاي هما بيدافعوا. هوضحها لك برده في ماتش صن داونز بالشكل التكتيكي، بس خليك معايا. اول حاجه يحيى جبران بياخد الكوره بيسلم من اللي هم السردباكات بشكل كبير جدا وبينزل لتحت ياخد الكوره يبنيه. بيعمل يحيى جبران على طول بيلعب محور اداء ليه ونجم قدام وبيلعب ليه احمد بن فتوح الجبهه اليسرى، وساعات بيبني مع الديفندرات اللي معاه ان هم دول ينقلوا اللعب قدام ليه صامبو اللي هو بيكون محور اداء وبيكون عن طريق التحول اللي هو بيلعب ليه
ونجم في اليمين او احمد فتوح في الشمال، او هو بيضغط بنفسه عن طريق السردباكات. دي كلها رسم التكتيك اللي بيلعب بيه الوداد بشكل كبير جدا في بناء الهجمه عن طريق محور اداء يحيى جبران. طب واحد يقول لي النادي الاهلي حله في الجزئيه دي ايه او يقدر يواجهها ازاي؟ انك انت ما تخليش يحيى جبران يكون عنده الملكه والقدره على تحضير اللعب بشكل كبير. ازاي؟ لما يجي يبني الهجمه وشوف الهجمه ما يحيى جبران بيبنيها من زي ما وضح لكم، بينزل من العمق من تحت، تضغط عليه اذا كان بكهرباء بقى بيرستاو، اذا كان مين اللي هيلعب على ناحيه العمق، او تضغط بحمدي فتحي يكون مراقب لصيق ليه. انت لو افسدت الجزئيه بتاعت الوداد في بناء الهجمه من يحيى جبران اللي هو محور اداء الفريق حتى الان، خلاص انت كده قتلت 70% من بناء الهجمه الوداد، وبالتالي مش هتلاقي خطوره عندهم، مش هتحرك الاطراف ومش هتعمل اللي دي كلها. ولكن لو الاهلي كان مترقب شويه ومراجع لورا في بعض الاحيان في المباراه والوداد بين الكوره، فيبني الكوره بشكل سليم. واوضحها لك بقى في الجزئيه الثالثه اللي هخش عليها في طريقه لعب الوداد، الا وهي جزئيه سامبو. سامبو لما بياخد الكوره من اوناجم او عن طريق بناء اللعب بين يحيى جبران بيعمل ايه وبيعمل ايه وبيشتغل ازاي بشكل قوي جدا وشرس. وهنبه برضو على جزئيه فنيه معاها للنادي الاهلي. يلا جزئيه سامبو زي ما وضحتها لحضراتكم، اللعب بيجي عن طريق اوناجم او عن طريق يحيى جبران، ولكن سامبو فيه مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي، هو قوي جسمانيا شرس جدا مع المدافعين، وبالتالي لو اي حد معاه اذا كان حمدي فتحي او اذا كان اذا كان مع محمد عبد المنعم او ياسر ابراهيم، عايز انوه من الجزئيه مهمه ان الراجل ده غلس في بانتو مان. فمشكله كبيره جدا برضو واجهها عبد المنعم في مباراه البيراميدز وبعد المباراه ان هو تقيل قوي على الكوره. فخلي بالك ان سامبو برجله كبير، مش هيستناك تستقبل الكوره بشكل الريتم البطيء بتاعك يا عبد المنعم، مش هيستناك تحضر لعب. الراجل ده بيقتنص، بيضغط، بياخد الكوره، بيجري، بيخلص، بيجيب جول. فسامبو مهاجم سنغالي طويل جسمانيا جامد جدا، في الالتحامات البدنيه شرس بطريقه غريبه. وغير كده هو اصلا بيلعب محور اداء، ساعات بينزل يستقبل من الصندوق عشان يبني الهجمه لنفسه، يعني بينزل لحضراتكم من تحت هو اللي بيستقبل الكوره لنفسه او يبنيها على الاطراف. فالراجل ده مش وبيلعب برضه صندوق، بيجيب اجوان بالهيد. فهو 3 في 1 زي ما بيقولوا، بيعمل محطه بيلاقي اللعب الاطراف بتاعته في حتى كتات دفاعيه للفريق المنافس، بيعمل جزئيه ثالثه بيصنع نفسه الهدف اذا كان، او بينطلق مع نفسه بيعتمد على نفسه اذا كان يحيى جبران او حد من الاطراف بيعمل له الهجمه، او ان هو بيضغط اصلا في حاله ان تكون الكره مع الخصم بشكل كبير جدا. فسامبو مهاجم قوي وشرس، وفعلا ده اللعيب اللي خاف منه في الوداد بعكس ونجم وعكس يحيى جبران. مهاجم غلس وهيتعبنا جامد جدا جدا في المباراه. فاتمنى ان كولر مش هقول لك بيعمل له رقابه، انت مش فاهم الرقابه قوي بشكل كبير، ولكن على الاقل يكون يخلي حد نص ملعب اذا كان حمدي فتحي او السوليه او حد منهم يبقى ظله معاه بشكل كبير جدا، ويحاول ما يدوش الفرصه والمساحه بالانطلاق في اللعب. نخش بقى على النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي يقدر يواجه الوداد. لكن قبل بس عشان ما انساش الجزئيه الاخيره بتاعت الوداد، كيفيه دفاع نادي الوداد وتنظيم الدفاع الخاص بيه، علشان النادي الاهلي هنشرح فنيا مع النادي الاهلي هيواجهوا ازاي في التكتلات الدفاعيه. يلا بينا هنخش بقى مع حضراتكم على الناحيه الدفاعيه لنادي الوداد عشان بس ما نطولش حضراتكم اكتر من كده. نادي الوداد بيلعب في الناحيه الدفاعيه ازاي؟ لما يكون الكوره مع الخصم اذا كان النادي الاهلي، وخصوصا ماتش سان داونز اللي هيبان لحضراتكم في الصوره دلوقتي، بيلعب بنظام خط اول وخط ثاني، وبيخلي الباكات بتكون واقفه بخط ثابت، وبيخلي الديفندرات بتاعته تعمل تغطيه كبيره جدا، وبيعمل ايه بقى برباعي كده 4-4، وبيخلي الاثنين اللي قدام مع بعض. بيعمل عباره عن خطوط عرضيه بالدفاع عن منطقه الجزاء بتاعته بشكل كبير جدا. الجزئيه دي هوضحها لكم بصوره ظاهره دلوقتي على الشاشه، بان الوداد بطريقه دفاعه مع سان داونز في الماتش اللي هناك كان بيلعب بالشكل ده بشكل كبير جدا، وكان عامل ستارات دفاعيه للمنطقه بتاعته الدفاعيه، وبالتالي سان داونز اتجه لايه؟ للكرات العرضيه اللي هو اصلا مش مميز فيها، فبالتالي الوداد قفل عليه محور اداء كبير جدا جدا وخلص المباراه منه بشكل كبير. ده كده بالنسبه للوداد وطريقه لعبه وطريقته الدفاعيه والهجوميه. برضو الجزئيه الاخيره عايز اتكلم مع حضراتكم فيها بشكل سريع عن الوداد برضو عشان ما نطولش اكتر من كده. الكرات الثابته الوداد قوي فيها جدا جدا جدا. في بعض الكرات حضراتكم كان ماتش المغرب التطواني، ماتش حسين اغادير، ماتش سان داونز، معظم الجون كانت ب كرات ثابته. فالوداد قوي جدا في ناحيه الكرات الثابته بشكل كبير. هيتبقى بقى الجزئيه اللي هاخدها واروح بيها على النادي الاهلي، الا وهي نقطه ضعف الوداد في الناحيه الدفاعيه. الاهلي هيخترق ازاي او ايه يلعب عليه؟
الوداد في ناحيه الضغط على الدفاع بشكل كبير جدا بيقدر يغلط بشكل كبير، ومدافعينه ما عندهمش الخبره الكافيه، اذا كان امين الرزالي او ابو فتوح او زوالي، دول الثلاثه بتوع السردباكات بتوع الوداد. لو الوداد اي ضغط عليهم بشكل كبير جدا عن طريق تاو او الشحات وكهربا قدام، هيخليهم يخلطوا بشكل كبير جدا، وهتلاقي اخطاء وكوارث وجوان بشكل كبير. بس ده انا بصراحه مش هلاحظه في المباراه. متوقعه ان كولر مش هيهاجم بشكل كبير جدا في المباراه، هيبقى واخد الماتش بتوازن كبير جدا. ده كل ما يتعلق بالوداد، طريقه بناء لعبه وشكل الدفاع، وكل ما يتعلق بيه. انتقل من الجزئيه دي على النادي الاهلي، فيلا بينا نتكلم عن النادي الاهلي بشكل مفصل. يلا بينا ننتقل بقى مع حضراتكم على شرح الفني للنادي الاهلي وطريقه لعبه في المباراه، او ازاي كولر يلعب في المباراه. اول حاجه كولر لازم يلعب ب 4-2-3-1. هتقول لي ليه؟ ولكن زي ما احنا شرحنا مع حضراتكم الوداد وقوته الهجوميه هتكون عن طريق الاطراف، اذا كان اوناجم او احمد بن زياش ناحيه الشمال وسامبو في الناحيه الهجوميه في العمق. فحلك ايه؟ انك انت لازم تلعب بثلاثه، اذا كان القندوسي مثلا يفضل القندوسي، واذا كان حمدي فتحي كديفندر في النص، ومثلا تلعب بديانج او هتلعب بمروان عطيه. فلازم تلعب بثلاثه. هتقول لي ليه؟ علشان الثلاثه الديفندر اللي على اليمين يجي ناحيه اليمين عشان يامن الاختراقات الخاصه بالجبهه الشمالي الوداد الاطراف زي ما قلنا لحضراتكم اقوى حاجه، وهم الناحيه الشمال هنا يعمل تامين للجبهات للنادي الاهلي. طب ده غرضه ايه؟ انك انت هتدي الحريه اذا كان لتاو ان هو ينطلق بشكل اكبر، وما تحجبوش دفاعيا اللي هو ينزل يدافع. مش عايزه ينزل يدافع تحت، انا مش عايزه ينزل يدافع، خليه الحريه ليه تكون في الناحيه الهجوميه اكتر. وطبعا كهربا الانطلاقات بتاعته هتكون قدام عشان نعمل ضغط وكثافه على الودان. فبالتالي انت غرضك من كل تلعب بثلاثه، ان دول هيامنوا ناحيه الاطراف بشكل كبير جدا، وهتدي حريه للنص الهجومي ده كله ان هو يكون عنده الحريه والضغط اكتر، وما تلزموش انه ينزل يدافع بشكل كبير جدا وتستنزفه بدنيا وفنيا ومش هتستفيد بيه بالقدر الكافي. ده اول نقطه كولر لازم يلعب عليها. تاني حاجه بشكل سريع كولر لازم يلعب على الاكشن ورا اكشن بشكل سريع، بمعنى ان كان في ماتش سيراميكا واخر اكبر 5 ماتشات كان كولر بيعمل حاجه حلوه جدا في مواجهه التكتلات الدفاعيه اللي بتكون قدامه بشكل كبير جدا. بيعمل عباره عن ايه؟ ان ديانج بيخش، القندوسي بيخش، تاوي جاي هنا، ديانج يخش، بيعمل عباره عن شغل مثلثات او شغل تحركات لعيبه بشكل كبير جدا، ودي غرضها بتعمل تفكك للتكتلات الهجوميه بشكل كبير. وبالتالي انت لو لعبت على الجزئيه دي هتنجح بشكل كبير جدا مع التفكك او التكتل الدفاعي اللي احنا قلنا لحضراتكم اخر نقطه انتقلنا منها مع الوداد. بيعمل تكتلات ونظام، يعني نقدر نقول ايه، بيامن باحواء صد كبيره جدا. فانت لو عملت التكتلات دي بشكل محترم وعملت فكتها هتقدر تخترق الوداد من العمق، لان هو على الاطراف هيخليك، هو الوداد هيجرجرك للعب على الاطراف، لان هو عارف انك انت تلعب على الاطراف شكرا. هو في الكرات الثابته هم اقوياء جدا، وبالتالي فقدت انت قوتك بشكل كبير. دي الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثالثه اللي عايز كولر يلعب عليها بشكل كبير جدا، ابني اللعب بسرعه، العب بتوازن، ما تلعبش بفتح جناحاتك وتلعب بقى بطير الباكات والطيار للديفندرات وتهاجم وينزل بقى بالحماس بتاع الجماهير. معاك مفيش مشكله، العب بس خليك متوازن. زي ما قلنا لحضرتك الوداد عنده فرق في بعض العناصر قويه جدا زي يحيى جبران وسامبو ونجم، دول عندهم بعض الانتقالات بشكل كبير جدا فبيخلصوا، بدليل ان هم كسبوا او خدوا يعني تاهلوا على حساب سان داونز من قلب سان داونز في وقت العصر زي ما حضراتكم عارفين. فبيلعبوا كان اجواء كانت صعبه وقدروا يخترقوا الموضوع ده بسهوله. ده روجيتا لطريقه لعب كولر وازاي يلعب كولر في المباراه. اخر حاجه عايز انوه عليها، ما تنساش ان كولر يلعب على الباكات بتاعتنا بشكل كبير، اذا كان من حمدي، اذا كان من محمد هاني، او عن طريق معلول، تلعب عليها بشكل كبير جدا تستغلها، ولكن على فترات، ما يكونش معلول طاير الوقت طول الوقت او محمد هاني طاير الوقت. فده روجيتا لطريقه لعب كولر الناحيه الهجوميه. الناحيه الدفاعيه زي ما قلنا لحضراتكم لازم محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم او متولي اللي هيلعب المباراه ينقل اللعب بشكل سريع بسرعه، ما تستناش لما الكوره تجيلك، لان سامبو مش هيسمع عليك. سامبو في ميزه جميله جباره، بيضغط برجال واسع، ممكن تلاقي في لحظه عبال ما انت تفكر تستلم الكوره وممكن يكون خدها وقطع على جوه على طول، فتاخد تروح انت للكوره بشكل اسرع، تبني اللعب اسرع، تنقل بشكل سريع وتحضر بسرعه، لان سامبو مش هيسمع عليك. والكونتر اتاك بتاع الوداد بشكل يعني جبار جدا جدا في السرعه من الدفاع للهجوم بشكل كبير جدا. ده كده ليه عشان احنا فن المباراه وكمان عن حضراتكم بشكل سريع. بكره ان شاء الله برضه هنتكلم مع حضراتكم على المباراه واخر الاخبار، طبعا زي حلقه بنعودها على حضراتكم كل اسبوع ونتكلم في كل الاخبار اللي تهمنا. وان شاء الله النهارده هيكون في لايف باذن الله على الجروب بتاعنا، هنتكلم برضه ان شاء الله بعد المباراه اللي يكون كده الاهلي منتصر باذن الله والمباراه تكون وش خير علينا. واخيرا توقعاتي للمباراه، ما حدش يزعل مني، انا متوقع 2-1 للنادي الاهلي، ونتيجه مش ايجابيه ولكن توقعي الشخصي للمباراه. فاتمنى التوفيق للفريقين وتكون مباراه كبيره جدا باسم الكره العربيه والافريقيه بشكل كبير. وكان نكون وصلنا لحضراتكم نهايه الحلقه عجبتك مش تعملوا سبسكرايب للقناه وقدام صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم محمد جد الله، وجديد 99 على التيك توك والانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.